لو سألت أي حد في مصر عن أهم مكان ديني أو علمي غالبا هيقول لك هو الجامع الأزهر، لكن الحقيقة إن الأزهر مش مجرد مسجد وبس، الأزهر حكاية طويلة فيها سياسة وعلم ودين وكمان صراع. خلينا نرجع لأكتر من 1000 سنة فاتت. سنة 970 ميلادية كان لسه القائد جوهر الصقلي مؤسس مدينة القاهرة بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، وكان لازم يكون في قلب العاصمة مسجد كبير. لكن الهدف ما كانش الصلاة بس، لا، الأزهر اتبنى عشان يكون مركز لنشر المذهب الشيعي الإسماعيلي. يعني من البداية كان ليه دور سياسي وديني في نفس الوقت. ومع الوقت بدأ يظهر دور جديد للأزهر والتعليم. بدأت حلقات العلم، الشيوخ يجوا من كل مكان والطلبة تيجي تتلم حواليهم، وده اللي خلى الأزهر يتحول من مجرد مسجد لمؤسسة علمية أو مؤسسة تعليمية كبيرة. لكن التحول الحقيقي ظهر سنة 1171 ميلاديا بعد سقوط الدولة الفاطمية، لما ظهر القائد الأيوبي صلاح الدين وأنهى الحكم الفاطمي في مصر. أول حاجة عملها إنه وقف الخطبة في مصر. ليه؟ لأنه كان عاوز يقضي على النفوذ الشيعي ويثبت المذهب السني في مصر. وفعلا الأزهر دخل فترة ركود وما بقاش ليه نفس الدور اللي كان عليه قبل كده. لكن القصة ما انتهتش هنا. بعد فترة رجع الأزهر تاني من جديد بس بشكل مختلف تماما. رجع كمركز لنشر المذاهب السنية وبدأ يستقبل علماء كبار. ومع دخول عصر المماليك الأزهر وصل لمرحلة جديدة خالص، بقى مركز علمي عالمي والطلبة بدأت تجيله من كل مكان حوالين العالم. كان في أروقة، كل رواق لطلبة بلد معينة، زي مثلا رواق المغاربة ورواق الشوام وغيرهم كتير من الأروقة. وكان الطالب ممكن يقعد سنين كتيرة يتعلم على ايد شيخ من غير نظام جامعي بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. لكن رغم كده كان واحد من أهم مراكز العلم في العالم الإسلامي. ومع دخول العثمانيين لمصر الأزهر فضل محافظ على مكانته. يمكن ما كانش هو صاحب السلطة، ولكن كان ليه دايما تأثير قوي على الناس، وده اللي خلى دوره يظهر بشكل واضح في الأحداث الكبيرة، زي مثلا لما دخل نابليون بونابرت مصر سنة 1798 ميلادية. العلماء في الأزهر كانوا من أوائل الناس اللي رفضوا الاحتلال، وكانوا سبب رئيسي في تحريك الناس ضد الفرنسيين. وده يورينا ان الازهر ما كانش بس مكان علم، ده كان كمان مركز تأثير حقيقي فعلا في المجتمع. ومع بداية العصر الحديث خصوصا في عهد محمد علي بدأ تنظيم الازهر بشكل اكبر وتطورت طرق التعليم فيه لحد النهارده ما بقينا نشوف الازهر بكلياته المختلفة واللي بيدرس فيه طلاب من كل انحاء العالم. لكن رغم كل التطور ده الازهر لسه محافظ على هويته كمكان للعلم ومرجعية دينية ورمز للاعتدال. ولو بصيت للازهر النهارده مش هتشوف مجرد مبنى، تشوف طبقات من التاريخ. كل عصر ساب بصمته فيه، من الفاطميين للايوبيين للمماليك للعثمانيين لحد مصر الحديثه. وفي النهايه الازهر مش مجرد مكان منظور، الازهر حكايه ابتدت من 1000 سنه ولسه مستمره لحد دلوقتي. سلام.